ماتش الدوري ده ولا ايه؟ الاهلي كان زباله النهارده. الاهلي النهارده كان زباله. هو 3 4 بس اللي كانوا بيلعبوا. الاهلي كان زباله. كابتن عماد النحاس لعب ماتشين 3 بقوه الدفع وكان حلو جدا. وجه في اهم ماتشين سيراميكا والبنك الاهلي صفر. كابتن عماد النحاس النهارده صفر. بن شرقي ما يطلعش حتى لو بنص رجله ما يطلعش. خبره بن شرقي ولمسات بن شرقي ما تطلعش. كابتن عماد النحاس بوظ الماتش على نفسه النهارده اكتر واكتر. والاهلي كان وحش النهارده وشابوه للبنك الاهلي. لكن في النهايه الاهلي بيكسب وان شاء الله الدوري يعتبر خلص بنسبه 95%. اسمحوا لي بقى ماتش يحرى الاعصاب. اه انا بقالي اكتر من 3 4 شهور بقول انا مش مستني الدوري من الاهلي ولا محتاج الدوري السنه دي، وكان هم افريقيا وان انا استعد لكاس العالم. واللي حصل كله ربنا يسامحه والظروف ومجلس الاداره في الاول قبل الصفقات اللي نزلت في شهر يناير انتقدنا مره واثنين وثلاثه وعشرة وبوظوا علينا الموسم. كابتن عماد النحاس جه عشمنا اول 3 ماتشات وعمل اداءات رهيبه وجميله قوي، ولكن جه في سيراميكا والبنك الاهلي كان سيء جدا. النادي الاهلي ما يجيبش جول ويدافع يا كابتن عماد، وانت اللي بنفسك قلت كده اول كام ماتش. عشان برضو مش برضو يعني متحامل عليه قوي. كذا حد قال في الشوط الاول كذا مره كما تيجي عليه يقول اضغط والعبوا قدام ولعبت الاهلي اللي بتدافع. انا ما اعرفش ليه، ولكن آه مش عارف ده وقت ان انا اتكلم فيه تحليل ولا افرح بس ولا اعمل ايه. انا فرحان ومتضايق مبسوط جدا وجوايا غضب من الماتش النهارده. البنك الاهلي ما لعبش بمتعه قدام زي ما لعب قدام بيراميدز. الاهلي كان حجمه والبنك الاهلي كان خايف من الاهلي. الاهلي عنده ناس تقيله قدام. يا جماعه امام عاشور يا جدعان، يا جماعه امام عاشور احسن لاعب في افريقيا يا جدعان، مش مصر. امام عاشور احسن لاعب في افريقيا. مين لسه بيتكلم في الكلام ده؟ مين لسه بيعاوز يقول حاجه عن امام عاشور؟ يا جماعه امام عاشور كوره يا اما حلوه قوي يا اما وحشه قوي عشان بيعزم فيها. لو لبست صح جون، ما لبستش صح ممكن تروح الدور الثالث عادي عند مدام عفاف، مش هقول حاجه. ولكن الاهلي بيكسب بمين؟ بمين اللي برضه سيء لبسنا هدف. يعني ياسر ابراهيم كان من احدى الناس المتسببين في الهدف الاول، ولكن ياسر ابراهيم تحس ان عنده حميه، تحس ان ربنا بيبارك له او ربنا بيرزقه في اوقات عجيبه كده. هو اللي بيطلع في اخر هجمه في المباراه ويطلع بدماغه ويعمل اسيست لوسام. وسام بكل هدوء خد الكره اهي لمسه البلعوطي. بس انا مش هتكلم دلوقتي في حاجه ان حتى التصويتين اللي كانوا حلوين كانوا في نص الجون، ومع ذلك كان بيصدها وبيطفشها. ما كانش حتى بيصدها صح. لو في كذا كوره لبست كان بقى الجون في اي زاويه. ولكن الاهلي النهارده كان متوتر والضغط كان باين عليه. بيراميدز بوجيتي جاب جون اتلغى، بيراميدز جاب جونين. ايه لا الحق ده انا كده هيبقى مطلوب مني اكسب ماتش فاركو، وفاركو ممكن يعفرت معايا بقى ما في كام لاعب وبتاع، وسيراميكا فيها كام لاعب جايين اعاره من بيراميدز فممكن ما يلعبوش حلو قدام بيراميدز في الماتش الاخير. الحق ده ممكن تعك، الحق دي مش ماشيه معايا. هوب 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 الماتش عفرت. ولعبت البنك ما قدمتش ماتش حلو قوي زي بيراميدز، ولكن لعبت البنك النهارده اثبتت لك ان هم فريق كبير وفريق محترم جدا جدا جدا. وكابتن طارق مصطفى كان محترم جدا جدا. وكابتن محمود ناجي ربنا يسامحه لان انا مش مسامحه. والرايه بتاع الشوط الاول ربنا يسامحه لان انا مش مسامحه. جراتيشار الشوط الاول ليه اكتر من 4 5 فاولات واضحين وضوح الشمس. ده طاهر قدام محمود ده ولا اسمه ايه نسيت اسمه حتى. قدامه في الشوط الاول طاهر اتاكل بالنص، جنبه اتاكل بالنص ولا الهوا كمل الكوره. ولو كان الجون كان هيرجع ويحسبها فاول في الفار. بس بص الضحك، ما ممكن تجيش جون تيجي كورنر ويجي من كورنر جون ساعتها مش هيرجع للفار. الشوط الاول كميه فاولات اتعمل على جراديشار وطاهر، فاولات لماتشين قدام. ايه ده؟ ايه التحكيم وايه القرف وايه الخرا ده؟ ايه ده؟ حاجه منتهى القرف ومنتهى العبث. بس الاهلي كسب.
في الدقيقة 95 ونص يا اسطى، هو الخمس دقايق يا اسطى خلصوا، جبنا جول في الدقيقة 95 ونص. عارف ليه بقى؟ عشان كان في كام لاعب وقع مرتين. في البلعوطي كان بيرجع يتاوب وينام له، وينام دقيقتين بره الملعب قبل ما حد ياخد الكورة. البلعوطي دلوقتي بقى دلوقتي بقى ليه اسم وشان ورنه بقى مهم دلوقتي البلعوطي. الشناوي يقعد يا باشا يجدد، بس يقعد، ما يلعبش اساسي. مصطفى شوبير يلعب اساسي. العش ما يقعدش، العش يلعب اساسي. ياسر ابراهيم، اشرف داري يلعب مكانه. ياسر ابراهيم ليه لقطات حلوه جدا جدا الموسم ده، ولو الدوري راح للاهلي بنسبه 95% هو هيبقى ليه نقط بارزه جدا. ولكن ياسر ابراهيم يبقى احتياطي. اشرف داري جنب العش، ونجيب مدافع او اتنين دوليين اقوياء بقى. كوكا ما ينفعش باك شمال يا جدعان، خلاص احنا خلاص. كوكا مش باك شمال، مش هتعرف تجيب باك شمال لاعب علي معلول لحد ما نشوف حد. هي خلاص خلصانه كده. باك اليمين عندك ثلاثه، عندك عمر كمال ومحمد هاني وكريم فؤاد، والثلاثه شبه بعض، حلوين في حاجه ووحشين في حاجه. نص الملعب يا جماعه خلاص. اكرم عمل شوط اول كويس لحد ما، شوط تاني عك شويه، بديله من السوليه. وانت لازم تجيب بن رمضان، ولازم تجيب معاه حد تاني. وفي كلام بتاع حمد اللي هو بتاع بتوشيت. لازم لازم كابتن حسين الشحات يمشي من الاهلي بعد الموسم ده. لازم يمشي من الاهلي بعد الموسم ده. خلاص شكرا كابتن حسين، انت عملت واديت كل حاجة ممكن تديها للنادي الاهلي، انا عارف ده. بس انت خلاص شطبت مع الاهلي، عملت كل حاجة مع الاهلي. شكرا كابتن حسين الشحات، مش عاوزين تلعب تاني مع النادي الاهلي، لانك انت مش هتقدم حاجه للاهلي، والناس اللي جايه تقيل عليك. مبروك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.